عايزك تقولي الاهداف اللي انا اقولها لك دي اهداف صح، اهداف حد يعرف يوصل لها، يا اما اهداف غلط حد مش عارف يوصل لها. اعمل 10,000 دولار في الشهر، ده هدف غلط ولا صح؟ اكيد غلط. هدف اوصل 50,000 متابع، اكيد غلط برضو. ليه بقى الاهداف دي غلط؟ عشان دي حاجة اسمها outcomes، دي مش اهداف. تمام. الاهداف لازم تبقى 100% تحت تحكمك. انا ما اقدرش اتحكم في قد ايه انا بعمل فلوس، تمام، بس اقدر اتحكم مثلا في عدد الساعات اللي انا بشتغلها. تمام. اقدر اتحكم في بشتغل على ايه. اقدر اتحكم في انا مين يعمل لي شغلي او حد مين يساعدني في شغلي. اقدر اتحكم في حاجات كتير، بس ما اقدرش اتحكم في العدد، يعني كمية الفلوس اللي انا بعملها. تمام. الا لو انت مثلا بتشتغل مثلا شغلانه مثلا في شركه مش عارف ايه، بتقبض مثلا 5000 جنيه مثلا في الشهر، ماشي، دي حكايه تانية. مثلا بقول عليا انا كواحد بيعمل اونلاين بيزنس، ما اقدرش اتحكم في قد ايه انا بعمل فلوس، بس اقدر اتحكم برضو قد ايه مثلا اوتريتش بعمله. مثلا ببعت لناس ممكن تبقى انترستد في البيزنس بتاعي قد كام ايميل مثلا في اليوم. ف ومثلا هدف ايه؟ هدف 50,000 متابع. ده ليه برضو ما اقدرش اتحكم فيه؟ ما اقدرش اتحكم انت تعمل سبسكرايب ولا لا، بس اقدر اتحكم في قد ايه هعمل بوستنج على اليوتيوب، امتى هعمل بوستنج، ازاي هعمل بوستنج، ازاي هعرف انا مثلا ازاي هاسس انا ناجح في الحكايه دي ولا لا. يعني مثلا الفيديو برفورمانس، في فيوهات، في لايكس، في كومنتس، لازم اشوف الحاجات دي. طب ازاي هستخدم الحاجات دي ان انا اعمل فيديوهات احسن؟ ففي حاجات كتيره تحت تحكمي الا السبسكرايبرز. تمام. وده اداني راحه نفسيه شويه، عشان انا حاطط اهدافي دي، تمام، اعمل 10,000 دولار او 50,000، وحاسس ان انا بعيد جدا، حاسس ان انا ايه الهدف الكبير ده ومحتاج كميه شغل ومش عارف انا محتاج اشتغل على ايه. عشان هو ده مش هدف، ده اسمه اوتكم. انت دي حاجه مش تحت تحكمك وحاططها في المستقبل، ومش حاطط ديدلاين، ومش حاطط اي حاجه انت تقدر تعملها، بس حاطط الهدف. انا بحب اتفرج على الهدف. في ناس بتقول اكتب اهدافك، تمام، غلط. ما تكتبش اهدافك، اكتب انت ممكن تتحكم في ايه اللي هيوصلك لهدفك. تمام. بوست 3 times a week، بوست على فيديوهات على اليوتيوب 3 مرات في الاسبوع. اعمل 125 اوتريتش في الاسبوع عشان توصل للناس انت عايز توصل لها اللي ممكن يبقوا انترستد في البيزنس بتاعك. لو عايز مثلا جسمي يتحسن، اتمرن 3 مرات في الاسبوع. ما تقولش نفسك انا عايز اوصل للوزن ده بالشيب ده بالشكل ده، لا، اتمرن 3 مرات في الاسبوع واكل 2000 كالوري في اليوم. تمام. دي ماشي، تمام، اقدر امسكها، اقدر اتحكم فيها. بس لو انا قلت نفسي جسمي يبقى كده، طب انا هعمل ايه؟ مش هقدر اعمل اي حاجه. ودي ممكن سبب انت مش عارف توصل لاهدافك، يعني انت مش فاهم اللي هو ده اللي انت حاطه ده اوتكم. وده يعني ده اداني ديبريشن لمدة مثلا سنة، يعني سنة بحط اهداف غلط، بقالي كتير طول حياتي بحط اهداف غلط، وحاسس ليا دايما بعيدة 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 بعيدة. وده السبب اللي هو الناس بتبطل في النص. انا عمري فكرت ان انا ابطل، لا، فكرت ان انا ابطل، مش هكدب عليك، بس عمرها ما حصلت. تمام. التفكير غير اللي انت تعمل، اللي انت تبطل. بس ده من سبب اللي انا مش عارف انا المفروض اعمل ايه. هدف كبير جدا وما اقدرش ان انا امسكه كده. فعايزك اللي انت تحط اكشنز انت تقدر تتحكم فيها. تمام. انا من اول النهارده، تمام، لو انت مثلا عندك حلم انت تعمل محتوى مثلا عنده مليون سبسكرايبرز، تمام، سيبك من مليون سبسكرايبرز، انت عارف انت عايز ايه. تمام. دماغك لو قلت لها انا عايز ايه هتقول لك انا عايز ايه. تمام. سيبك من المليون سبسكرايبرز، انت هتعمل ايه عشان توصل بقى كده؟ اول حاجه اكيد هتبوست فيديوز. تمام. هتقول لنفسك بوست 3 times a week، plus check analytics once a month مثلا، once per month. تمام. عشان تعرف انت فيديوهاتك كويسة وحشة، محتاجة تتحسن في ايه. تمام. وبعدين مثلا اعمل الهدف ده 3 شهور، ما تحطوش سنة. اعمل 3 شهور وبعدين شوفه تاني. انا هبطل اعمل اهداف سنوية دي. انا هفضل دايما اعمل اهداف كل 3 شهور، عشان هو كل 3 4 شهور، عشان البيزنس كورتر بيبقى كل 3 4 شهور. ده احسن وقت. انت ممكن تعمل هدف رياليستيك في 3 شهور، بس لو اديت نفسك سنة مفيش ديدلاين، انا مفتوح على الموضوع مفتوح كده، هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل عليه، هتلاقي نفسك تعمل procrastinating، هتلاقي نفسك lazy مش عارف تشتغل. فما تحطش اهداف بالطريقه دي، حطها بالطريقه دي مثلا
جسمك train 2 times a week plus track calories. انت مثلا واحد تخين خالص، مش رياضي خالص مثلا، ومش عارف شكل جسمك المفروض يبقى عامل ازاي، حط الهدف ده، تقدر تتحكم فيه بسهولة جدا وتبقى كلير. تمام. وتاني حاجة بقى، ده عشان انت مش عارف تتحكم في اهدافك، فاحنا قلنا هنا بوينت ده، انت عشان حاطط هدف، مش حاطط حاجة اسمها outcome، تمام، اللي انت ما تقدرش تتحكم فيه، فمش عارف تشتغل على اهدافك كويسة ومش عارف اهدافك ساعات. دلوقتي انت هتحط actions انت تقدر 100% تتحكم فيها لمدة 3 شهور، وبعدين تشوف البروجرس بتاعك، وبعدين تعيد تاني نفس الحكاية دي. تاني حاجة ليه برضو انت مش عارف توصل لأهدافك والموضوع شكله بعيد جدا، انت مش بتعمل تراكنج حياتك. تمام. انا كل حاجة في حياتي تراكت. تمام. انت لو سألتني من شهرين انت اكلت ايه الساعة 2، هعرف اجيبها، انا مش حافظها بس كاتبها. تمام. هقول لك مثلا التراكر بتاعي دلوقتي شكله عامل ازاي. يوم يوم الاسبوع، تمام، ده بيبقى 30 يوم، بيبقى 30 يوم يوم الاسبوع وكل حاجه. وبعدين تاني حاجه الديسيبلين ليفل بتاعي، انا بعرف مثلا احس طب انا النهارده الديسيبلين بتاعي كان الانضباط بتاعي ليفل مثلا من 3 ل 5، 5 ل 7 كده، 9 ل 10. لو انا مثلا ديسيبليند جدا بعرف يعني اعرف نفسي مثلا منضبط قد ايه. تاني حاجه عدد ساعات بتاعت البارت تايم جوب بتاعي، عشان انا قلت لكم انا بشتغل في محل، تمام، بالساعه. تمام. فكام ساعه بشتغل في المحل ده. توتال اورز دي قد ايه بشتغل على البيزنس بتاعي. ودي امتى اشتغلت على البيزنس بتاعي، عشان ساعات نقول انا اشتغلت النهارده يا جماعه 5 ساعات. مستحيل 100%. مثلا لو انت مبتدئ 5 ساعات تلاقيهم 3 مثلا مش شغل، بتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب ومش عارف ايه، ده مش اسمه شغل. تمام. اللي انت تتعلم ده شغل، بس معظم الناس بتضيع وقتها ومش كاتبه مثلا انا اشتغلت من الوقت ده للوقت ده، ومثلا تقوم مثلا نص ساعه تاخد بريك وترجع وتحسب الوقت ده. لا، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. فامتى بشتغل على البيزنس بتاعي عدد الساعات بتاعتي وورك اوت. تمام. انا معتبر الشغل ده اللي انا بشتغله هو ورك اوت. تمام. عشان بيبقى ساعات طويله جدا وببقى دايما عمال اتحرك واشيل حاجات. والورك اوت انتنسيتي برضه زي الديسبلين من 1 ل3، 3 ل5، 5 ل7 كده يعني. وفيلينج دي مهمه جدا. تمام. حاسس بايه اليوم ده، عشان دي تديني هنت كده انا هبتدي اتعب جامد امتى. تمام. في احاسيس معينه كده عندي بحسها لما بقى تعبان جدا، انا كاتبها اصلا عندي هنا، بس دي بيرسونال بصراحه مش هفضل اوريها لكم. بس انا عارف انا لما ابتدي احس بالاحساس ده محتاج استريح. تمام. محتاج ابطل شغل، محتاج اخد يوم يومين راحه ما اعملش اي حاجه. تمام. فاكتب مثلا اليوم ده انا حاسس ان انا ديسيبليند، اليوم ده حاسس ان انا مجتهد، اليوم ده حاسس ان انا كرييتيف، اليوم ده حاسس ان انا عامل زي رجل الاعمال شويه. دي الحاجات دي مهمه عشان برضو تفكرك اليوم ده انا حاسس ان انا كنت كويس. وبعدين نوتس، اكتب نوتس عن اليوم بتاعتك زي جورنال صغير كده. دايما بكتب انا عملت ايه بالظبط في اليوم بتاعي، الحاجات الوحشه اللي حصلت، الحاجات الكويسه اللي حصلت، الحاجات اللي انا نفسي احسنها اليوم اللي بعد كده. ف فعلا بالظبط لو انت سالتني مثلا من 4 5 شهور مثلا امتى، يناير 6 يوم عيد ميلادي، انا عملت ايه، اقدر اجيب لك اليوم ده. يناير 7 اقدر اجيب لك انا عملت ايه بالظبط. وحاجه كمان بحب اعملها ان انا اكتب عملت ايه فن اليوم ده. انا بالنسبه لي دلوقتي يعني اقل حاجه بتبقى فن. تمام. مكالمه مع بابايا دي بتبقى فن، اقعد مع اخويا شويه دي بتبقى فن، 10 دقايق كده. اتفرج على شو صغير كده قبل ما انام ده بيبقى فن. تمام. كل حاجه بالنسبه لي صغيره دلوقتي بتبقى فن. فبكتبها عشان افكر نفسي النهارده انا عملت حاجه لذيذه يعني، مش طول اليوم كان عجن وخلاص. فده بيفكرني بالحكايه دي. انا عايزك تعمل على جوجل شيتس، ادخل على جوجل شيتس لو عندك لابتوب او ديسكتوب او حاجه، اعمل تراكر زي ده وشوف حياتك ماشيه ازاي. انت مش عارف حياتك ماشيه ازاي، انت اكيد بتنسى، انت اكيد مش فاكر انت مثلا اشتغلت جامد ولا لا، بتشتغل ازاي، بتشتغل كام ساعه، انت مش كاتب الحاجات دي. وانت لو عملت سيستم كده كل يوم قبل ما تنام، كل يوم قبل ما تنام اسمه ايه، تعيد على حاجاتك، الموضوع هيبقى احسن شويه. هتعرف اللي انت طب انا بقالي مثلا
شهرين مثلا بشتغل على اهدافي وما خدتش بريك استريح. مش مثلا محتاج ايه، محتاج اللي انت بعد اسبوع بعد اسبوع من الشغل مثلا استريح اليوم ده عشان بقالي كتير بشتغل. فالحاجات دي مهمه، انت تعمل تراكنج الحاجات دي، ما تسيبش نفسك كده خالص. وكمان انا نسيت، انا برضو بعمل تراكنج كالوريز، الكالوريز وامتى بنام وامتى بصحى. تمام، دي اهم من كل ده اصلا، لان انت بتنام وامتى بتصحى. انا لو لقيت التراكر بتاعي معظم الايام من 11 بي ام ل 7 اي ام، تمام، 8 ساعات كل يوم نفس الحكايه، 11 بي ام 7 اي ام، 11 بي ام 7 اي ام. وبعرف بقى امتى انا محتاج استريح، لما الاقي في حاجه غريبه كده حصلت، انام الساعه 12 عشان مثلا قلت انا عايز اتفرج على الشو ده اكتر شويه. دي بقى بتدي الارم كده في دماغي، انت بتعمل حاجه غلط يا يوسف، تمام. بس عارف مثلا اليوم ده انا هبتدي ابقى تعبان، فاظبط نفسي يومين، بس احاول استريح شويه، عشان ممكن ساعات مثلا ما اقدرش استريح، احاول. فاعمل تراكنج حياتك انت، ما تمشيش كده في الموجة انا هوصل لاهدافي من غير لما اعرف انا بعمل ايه كل يوم، من غير لما اعرف انا بشتغل كام عدد ساعات، من غير لما اشوف التمرين بتاعي. يعني كل حاجة لازم تدقق فيها. انت واحد عايز توصل لحاجات كبيرة، تمام. you can't afford اللي انت تبقى ماشي مع الموجة، تمام. اليوم ده كويس اليوم ده وحش، ليه؟ لازم تسأل نفسك ليه اليوم ده وحش، تمام. فاعمل تراكنج حياتك وسات اكشنز انت تقدر 100% تتحكم فيها، وهتوصل لهدفك بطريقة اسهل بكتير. انا غيرت رأيي عن حاجات كتيرة، وغيرت طريقة تفكيري عن الاهداف. عملت فيديو اللي فات عن الاهداف، وفيديو ده برضو عن الاهداف، عشان الموضوع ساعدني جدا، وانا عارف اللي هو ناس كتيرة محتاجة الفيديو ده، فقلت اعمله. فهشوفكم في الفيديو الجاي.